شو هو قاموس لعبة كمال الأجسام؟ أنا الكوتش هادي. اليوم بدي أعطيكم أهم 3 نصايح رئيسيات هن زبدة لعبتنا ومعشوقتنا كمال الأجسام. النصيحة الأولى أنه ما في شك لحتى وصل لمستوى جيد بلعبتنا أنه نحن بدنا نقدم كل الاحترام لثالوث لعبتنا. شو هو هذا الثالوث؟ التمرين لازم يكون جيد، الغذاء لازم يكون جيد، والراحة والنوم لازم تكون جيدة. هدول الثلاثة ما في أبداً استغني عنهم ولا استغني عن أي وحدة منهم، لأنهم مرتبطين ومتشعبين ببعض مثل السلسلة. يعني ما فيك تتمرن بشكل جيد وما تاكل بشكل جيد، ما فيك ما تاكل بشكل جيد وما تنام بشكل جيد. هدول الثلاثة مرتبطين ببعض ولازم يكونوا دائما موجودين لأنهم متداخلين ببعضهم البعض. نصيحتي الثانية هي أصدقائي الكواليتي أو الجودة. شو يعني الجودة؟ نفسهم الثالوث اللي حكيت عنهم بنصيحتي الأولى، ولكن هلأ نصيحتي هي النوعية. يعني لما بدي أخذ الجزء الأول اللي هو التمرين، أنا ما بدي فوت على التمرين رفع عتب، ما بدي فوت اتمرن بس انه يلا عم بعمل شوية رياضة، وانما لحتى طور حالي لازم كتير اهتم بالكواليتي والجودة تبع تمريني. جودة التمرين بتتضمن عدة اشياء، على سبيل المثال وليس الحصر اني ما ضيع وقت اثناء التمرين، انه يكون في عندي تركيز بتمريني، انه يكون في عندي تمرين قوي، لازم يكون عندي خطة مدروسة وليس اتمرن بشكل عشوائي، لازم تكراراتي يكونوا مدروسين، لازم اعرف كل ايمت لازم غير برنامجي، ولازم وصل للفشل العضلي. اما الكواليتي تبع الجزء الثاني اللي هو الاكل، نحن بنعرف انه فينا نحن ناكل اي اكل موجود من طبخ البيت، ما عندي مشكلة لما بدي اكل من طبخ البيت، ولكن لما بدي احصل على عضلات حقيقية لازم يكون الأمر مدروس عندي. مثلا قديش نسبة الكربوهيدرات وشو نوع الكربوهيدرات، قديش نسبة البروتين لازم دخلها على جسمي وشو هي مصادر البروتين اللي أنا بحاجتها، قديش لازم فوت نسب من الدهون الصحية، ولازم جمعهم كلهم للأكل بنسب مناسبة لهدفي، سواء كان تضخيم أو تنشيف أو تنحيف. أما كواليتي الجزء الثالث يلي هو النوم، لازم يكون عندي أقلها مينيموم 8 ساعات نوم ليلية عميقة ومبكرة. أما نصيحتي الثالثة اللي هي تختصر بلعبتنا، كارديو، ستريتشنج، مكملات. الستريتشنج هو نوعين، قبل التمرين وبعد التمرين. الممنوع ساويه قبل التمرين هو الاستطالات الدائمة، يعني ما بدي اعمل استطالات بشكل ثابت انه يضل جسمي ثابت بمكانه، او اعمل استطالات بالاوزان، هذا الشيء مرفوض قبل التمرين. اما المطلوب بعد التمرين فهو الستريتش الطويل لحتى اعمل استطالات للعضلة. وممكن يكون هذا الستريتش مثلا بتمرين الصدر انا بعمله باخر تمرين يلي هو تمرين الفتح، بحيث اني ضل عم بعمل ستريتشنج بالوزن لحتى احس صار في استطالات زيادة بالعضلة. النقطة الثانية اللي كتير مهمة وابدا ما بدي اياكم تهملوها يلي هي الكارديو. شو ما كان هدفك، انا دائما بنصح بالمشي السريع يلي هو افضل انواع الكارديو، والكارديو ابدا لا تنسوا بعد التمرين مو قبل التمرين. اما المكملات الغذائية فمو هي الشيء يلي رح تنقلك من تحت لفوق بلمسة سحرية، لا أبداً، لأنه الموضوع هو مترابط بالكواليتي تبع أكلك، بنوعية أكلك، بتمرينك، بشو أنت ناقصك. وإنما أنا بنصحك بأهم متممين غذائيين سعرهم مقبول ودائما لازم يفوتوا على جسمي يلي هن الكرياتين والملتي فيتامين. هاي الحلقة كانت اختصار للعبتنا بكل تفاصيلها ونصايحها الرئيسية الثلاثة.
هاد كان كل شي لليوم، استنوني الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا، كنز معكم أنا كوتش هادي.